هاي، عاملين ايه؟ النهارده انا جايه اعمل حاجه حلوه. إيه هو عباره عن فرنش توست، بس هعمله بطريقه كده دايت وصحيه. وكمان هعمله بطريقه يعني هيدي طعم يعني اكنه سينابن بس دايت. خليكم معايا. اوكي، بصوا بقى معايا اول حاجه بيضتين. اوكي، كده اهو حطينا اول حاجه معانا بيضتين. بصوا بقى، الفرنش توست بياخد المفروض فانيليا، بس انا مش عندي. فانا فكرت فكرة كده انه ليه ما يتعملش بالفانيليا، بالقرفة سوري، وهيبقى برضو حلو. آه، يعني انا اصلا مجرباه قبل كده بالطريقة دي، جربوا بس وامشوا على الطريقة دي وفعلا هتحسوا ان هو نفس طعم السينابون بالظبط. آه، بصوا بقى، دول كده شوية لبن بالويم كده، شوية لبن صغيرين. اوكي، وهحط حوالي معلقتين عسل صغيرين. كده حطيت معلقتين عسل صغيرين. هبدأ بقى ان انا اقلب. طبعا بالطريقة العادية بنحط بدل القرفة فانيليا، وبدل العسل سكر، وبدل انا معايا دلوقتي توست يعني في حبوب كاملة كده. بدل التوست ده بنحط بقى ايه، توست عادي. بس انا جربت الطريقة دي قبل كده وعجبتني، فقلت ان انا اقولها لكم، وادتني نفس طعم السينابون بالظبط. اوكي. بصوا كده معايا، جبت بقى واحدة توست، بحاول ان انا اشربها كده في الخليط اللي احنا عملناه. اقلبها الناحية التانية، وايه برضو نفس الكلام، حاول ان انا اشربها. اوكي، معايا بقى طاسة هحط فيها قطعة زبدة صغيرة، وهحمر بقى فيها التوست. بصوا كده معايا. طبعا انا بهدلت الدنيا عشان انا بصور لوحدي، ماسكه الموبايل ومش عارفه اتحكم خالص. اوكي، على ما دي بقى تتحمر هعمل كذا واحده بنفس الطريقه. اوكي، واجيلكوا تاني. بصوا كده معايا. بعد ما قلبتها، بصوا شكلها حلو ازاي. بصوا كده بقى يا جماعه، بعد ما خلصت التوست، شكله حلو ازاي. عايزه اوريكم. شوف هو مهري، يعني هو عشان بيكون متشرب الصوص اللي احنا عملناه، اللي هو البيض واللبن والعسل والقرفة، فبيبقى طري من جوه وبيبقى مقرمش كده، كريسبي سنة من بره. بس تعالوا بقى ادوق معاكم. بصوا كده. بسم الله. كانت محتاجة بس شوية عسل كمان. لما بتبقى بالسكر برضو بتكون احلى، يعني بتكون مسكرة اكتر، بس دي تنفع اكتر للدايت. وبالنسبة بقى للزبدة، يعني احنا بنحط ما بين كل واحدة والتانية، بنحط يعني مكعب زبدة صغير قوي، اللي هو قطعة بس، اللي هو حاجة كده بسيطة، مش قطعة يعني زي لحسة زبدة كده، بس بحيث ان التوست يتحمر حلو من الناحيتين. بس كده. وعموما هي تحفة، وجربوها.